أثار رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي التاج جدلا واسعا بعدما عبر عن تشكيكه في إمكانية مشاركة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026 في ظل التطورات العسكرية الأخيرة والتصعيد المتواصل بين إيران والولايات المتحدة. وأكد تاج في تصريحات أدلى بها التلفزيون الرسمي الإيراني ونقلتها صحيفة ماركا الإسبانية الأوضاع الراهنة لا تسمح بالتفاؤل بشأن الحضور في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة، موضحا أن ما حدث اليوم وما هذا الهجوم الأمريكي يجعل من الصعب النظر إلى كأس العالم بتفاؤل، معتبرا أن القرار النهائي في هذا الملف يبقى بيد القائمين على الشأن الرياضي. وأوضح المسؤول ذاته أن القضية لم تعد محصورة في الإطار الرياضي، بل باتت مرتبطة بشكل مباشر بالمعطيات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، وهو ما يفرض حسب قوله إعادة تقييم شاملة لكل السيناريوهات المحتملة. كما أشار تقرير صحفي إلى أن القلق يتضاعف بسبب احتمال مواجهة مباشرة بين المنتخبين الإيراني والأمريكي في دور الثمن النهائي في حال تأهلهما واحتلالهما المركز الثاني في مجموعتهما، وهو سيناريو قد يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم أمام اختبار سياسي ورياضي غير مسبوق، ويثير تساؤلات حول إمكانية إقامة مباراة من هذا النوع في الظرفية الحالية. وفي سياق متصل، أعلن مهدي التاج عن تعليق منافسة الدوري الإيراني لكرة القدم إلى أجل غير مسمى بسبب الأوضاع الأمنية، في خطوة تعكس حجم الارتباك الذي تعيشه الرياضة الإيرانية على وقع التصعيد الإقليمي المتصارع. نشكركم على حسن المتابعة، في فيديو قادم بإذن الله.